بصيو ما جرى ليا، غادي نعاود لكم اش جرى بيني وبين لوسي. داكشي اللي وقع غادي يصدمكم كاملين. انا شاده حق الله وخوه ما وقرنيش، دخل عليا لبيتي واللي وقع كان كيصدم. عارفه كلكم غادي تعايروني وغادي تسبوا، ولكن من حقكم لحقاش درت غلط كبير، ودرت اغلاط كبيره ماشي غير غلط واحد، وهذا الشيء مع لوسي وخو راجلي. قبل ما نكملوا اشتركوا معنا في القناه وخليوا لينا لايك لهذا الفيديو. الله يخليكم اللي كيتفرج في هذه القصه يخلي ليا لايك وابوني لهذه القناه. عافاكم البنات، انا كنتعذب بزاف باش كنصور لكم هذه الفيديوهات. ما تبخلوش عليا بلي لايك ديالكم وبلي كومونتير ديالكم، وفي نفس الوقت اشتركوا معنا في القناه وشاركوا هذا الفيديو مع احبابكم وصحابكم. ونكملوا القصه ديالنا. سميتي فرح، من مدينه برشيد. في عمري 40 سنه، تزوجت من راجلي عن حب. تزوجت به كانت في عمري 20 سنه بالضبط، وهو في عمره 24 عام. تزوجنا وعشنا صراحه احسن قصه حب. كنت مع راجلي باخر وعلى خير. عائلته كانت لي عمرها دار، ما عدا واحد لوسي كان مشمكر. كان واحد الحاله فيه اش غادي نقول لكم، كان عطيها غير الدوران والتسركيل برا والمشاكل. راكم عارفين ضروري كيخرج شي واحد في العائله كيكون مسالي راسو وما كيكونش عاطي الوقت لتا شي واحد، كيكون عاطيها غير المشاكل وصداعات. المهم عائله راجلي وخوتو كل شيء الحمد لله بخير وعلى خير، وكنت عايشه معاه احسن عيشه. دوزت 20 عام ديال الزواج وانا مع راجلي في السعاده والنعيم. رزقني ربي بجوج وليدات معاه، بنيته ووليد. ربيتهم وكبرتهم احسن تربيه. الوليد ديالي عنده 14 عام والبنيته عندها 10 سنين. المهم عايشين بخير، كيقراو الحمد لله كلشي مزيان. حتى لهنا الامور كلها بخير وعلى خير. حنا فين غادي تبدا تقلب حياتي، منين غادي يوقع لراجلي حادثه سير. من بعد ما كان هو اللي هز الدار وهز المسؤوليه ومعيشني كي الاميره، وبخير الحمد لله. وليداتي ما خصهم حتى شي خير، وانا عايشه مع راساتي في النعيم الحمد لله. ولكن هادشي ما دامش، راجلي توفى في حادثه سير اللي وقعات. صدماتني واحد الصدمه اللي كانت كبيره، صدمه ديال العمر. المهم وقع اللي وقع ومات راجلي، بقيت غير انا ووليداتي. درنا عشاء الميت صافي وداز كلشي مزيان، واخا قلبي كان محروق عليه. وعائله راجلي ما بغاوش يخرجوني من الدار، واخا ماشي داري، كانت دارهم هما اللي كانوا عاطيننا عايشين فيها. ما بغاوش يخرجوني من الدار، قالوا لي عندك وليدات، وكانوا مزيانين وكانوا ميسورين، يعني ما محتاجينش لهذيك الدار. قالوا لي انت ساكنه حتى يسهل عليك الله ويسهل لك الله على وليداتك، وحنا ما غاديش نلوحوا ولدنا وبنتنا للزنقه. هانتي عايشه مع وليداتك، ومره جي زورينا ومرحبا بك في اي وقت. صراحه فرحت حيت لقيتهم بجنبي وما لقيتش شي واحد اللي زعما بغاو انهم يحيدوني من الدار ولا يخرجوني. هادشي هذا كله حمدت الله وشكرته لان عطاني الله عائله راجلي مزيانه. ما كانش كيتسحاب ليا بلي هاد الدار اللي انا جالسه فيها غادي نخلص كراتها وغادي نولي نخلص الضريبه ديالها كل ليله بسبب هذاك لوسي. غادي تبدل حياتي وتقلب. ما عمره ما زعم عليا نهار كان راجلي، عمره ما قرب ليا، عمره ما حاول حتى انه يهز فيا العين. ولكن مشى راجلي، شكون بقى ليا؟ حتى شي واحد. شكون بقى ليا عوين؟ شكون اللي وقف معايا وشكون اللي ساندني؟ حتى شي واحد. جوج وليدات عندي هما اللي صغار، وانا هي اللي خدامه عليهم. من بعد ما كنت عايشه كي الاميره وليت نخدم على وليداتي. كنت كنخدم غير من داري، مره كنخدم الراندا، مره كنخدم الحلوه، مره كنخدم الشباكيه، كل مره وفاش كنخدم. المهم غير في هذاك الشهر بديت كنتعلم شحال من حاجه باش نصوفي راسي. واخا راجلي خلى ليا شويه ديال الفلوس، ولكن ضروري خصني نقلب باش نعيش وليداتي. شكون اللي غادي يصرف عليا؟ المهم ما علينا. واحد النهار مع الوحده ديال الليل بالضبط عشيت وليداتي ودخلتهم ينعسوا، وانايا غادا باش غادي نعس في حالي حتى كنسمع الدقان في الباب. مشيت باش نفتح الباب وانا كلي مخلوعه. شكون اللي غادي يجي عندي في هذا الوقت؟ فاش كنفتح الباب كنتفاجئ وكنلقاه لوسي هجم عليا لداري، دار فيا ما بغى هذيك الليله. منين فتحت الباب قال لي واش كاين ما يتكال؟ قلت ليه كاين، حيت خفت على وليداتي. مشيت للكوزينه كنصيب ليه العشاء بهذيك السرعه باش نعطيه ياكل ويخرج في حالته، هو حالته حاله جاي ما عرفت منين، الريحه فيه خانزه واحد شويه. وكنقول ليه هاك العشاء، بغيت نحطو ليه هو يطلع يديه معايا. حيد لي حوايجي بزز مني ودخلني للبيت. قال لي غادي تسكتي وتزيدي قدامي. خفت على وليداتي في هذيك اللحظه. شنو غادي ندير يا سيدي يا ربي؟ شكون غادي يعتقني في هذه اللحظه؟ الوحده ديال الليل لما نعيط والتليفون فين وانا فين، ولوسي وقف فوق راسي ما تحركش كلا حتى شبع.
وما خلانيش نتزحزح من حداه، حيت عرفني الا تزحزحت ومشيت غادي نعيط لشي حد اللي يجي يعتقني منه. ولكن لا، ما خلانيش نتحرك من حداه نهائيا حتى كمل عشاتو وكل على خاطرو. ومن بعد قال لي اجي نوريك اش غديري، زيدني قدامو للبيت. ومن بعد دار فيا ما بغى. راكم عارفين البقيه اش غادي يوقع. وانا باقا شاده حق الله على خوه، ما وقرنيش وما خلانيش نهائيا حتى نشد حق الله على خوه. دار فيا ما بغى، وانايا ما عندي حتى شي ذنب في هذا الشيء. هو سبابي، هو اللي خلاني نوصل لهاد الحاله اللي انا فيها دابا. شنو غادي ندير؟ عطوني حل. لوسي مازال لحد الان كيدير عليا هاد الشيء اللي ما خصوش يدار. ما خلاني نشد لحق الله على خوه، ولا نحترم خوه، ولا نحترم الوفاه ديالو. انا هاد الشيء كامل تحملته على ود وليداتي، حيت الا مشيت حتى هضرت ولا قلت شي حاجه، هاد لوسي اول حاجه غيديرها هي غادي يخرجني من الدار. غادي يقول لي سيري قلبي على راسك، فين تعيشي؟ ما عندي حتى شي حنين ولا رحم اللي نمشي عنده. امي كبيره في العمر ومريضه مسكينه، با ما عنديش، وخوتي كلها فين واحد ملاهي في حياته. حتى شي واحد ما مسوق ليا، وانا عييت بزاف اخوتي. ما بقيتش عارفه راسي شنو خاصني ندير، وما بقيتش عارفه راسي من رجليا. عاونوني وقولوا لي شنو ندير. الا مشيت حتى هضرت ولا قلت شي حاجه، انا ما عندي حتى شي بلاصه اللي نمشي ليها، وما عندي حتى شي خدمه في يديا ولا شي صنعه اللي نعيش بها وليداتي. وفي نفس الوقت وليداتي مازال صغار ومازال محتاجين الدعم ديالي. باهم مشاو خلانا في هادشي هذا اللي رحنا فيه. من بعد ما كنت معززه مكرمه، وليت انسانه اللي طايحه للارض وما عندي حتى شي كرامه، وكرامتي كتمرمد بها الحيوط والارض. عائله راجلي ما فخبرهمش هادشي كامل، وفي نفس الوقت الا قلتها لهم ما عارفاش ردة الفعل ديالهم كيفاش غتكون. واش غيتيقوني ولا ما غيتيقونيش؟ وفي نفس الوقت واش غيوقفوا معايا ولا مع ولدهم؟ الحاجه الوحيده اخوتي اللي كنطلب منكم تعطيوني حل، تنصحوني شنو ندير. شنو هو الحل بالنسبه لكم نتوما المناسب؟ انا ما بقى ليا حتى شي واحد نلتجئ ليه من غيركم نتوما، وما بقى ليا حتى شي حد في هذه الحياه من غير انكم تعطيوني دعواتكم معايا، وفي نفس الوقت تعطيوني حل، ترشدوني شنو ندير. انا ما عندي لا خدمه، ما عندي لا صنعه في يديا، ما خلى لي راجلي فلوس، ما خلى لي حتى شي حاجه. انا غادا غير على قدي، يعني كنخدم غير داك الخدمه هكا في الدار. الا جاني شي كوموند ولا شي حاجه كنصايبو للناس. بعد ما كنت عمري كنخدم، وليت كنقلب، ولا داروا فيا الناس الخير باش نعيش وليداتي. اما عائله راجلي خلاوني ساكنه في الدار عادي، ما هضروش معايا. ولكن لوسي خرج ليا من الجنب، ما عرفتش شنو ندير في هذه الحاله. انا عييت، تهديت. شي مرات كنقول نسمح في هادشي كامل ونخرج نمشي نعطيها براسي لشي بلاصه اللي ما يعرفني فيها حتى شي واحد. في نفس الوقت كنرجع نفكر في وليداتي، وفي نفس الوقت تايهه بيا الدنيا وما عارفه ما ندير. عييت من هادشي اللي انا فيه، وعييت ما نصبر. تقهرت اخوتي، هادشي راه عليه دابا عام كمول، ولوسي كيجي عندي للدار. بزز مني كندير معاه اللي بغا، بزز مني كنعطيه داكشي اللي باغي هو. كيفاش غندير اخوتي؟ نصحوني. خليو واحد لايك وابوني لهاد القناه، وكانت هديه قصتنا وقصه السيده اللي سمعتو. نتمنى انكم تخليو ليها لي كومونتير ديالكم وتنصحوها اشنو دير، وكذلك تعطيوها حلول. اللي عنده شي حل، اللي عنده شي حاجه شنو دير شنو تقول، راه كتحس بانها مسدود عليها كاع البيبان. نتمنى انكم تخليو ليها لي كومونتير ديالكم، ما تبخلوش عليها، وفي نفس الوقت ما تبخلوش علينا بلي لايك ديال واشتركوا في القناه باش تبقاو توصلوا بكل ما هو جديد ديالنا. وشكرا لكم على الدعم ديالكم. بسلام عليكم، نتلاقاو في قصه جديده.